بص انا هوريك اللقطه بتاع جون الزمالك. بص اشرف بن شرقي واقف فين، وفجاه اشرف بن شرقي ساب عمر جابر لوحده خالص اهي. اللقطه التانية خلاص عمر جابر بقى لوحده. بص بقى اللحظه دي، الكوره بين اشرف داري وبين الشناوي. شوفها بس من زاويه تانية عشان تبقى تبان اوضح. خلاص الكوره ماشيه اهي، ماشيه ماشيه ماشيه، خلاص قام عمر جابر بن شرقي سابه خلاص بقى لوحده. ويوفى تاني في اللحظه دي بقى، بص في اللحظه دي اشرف داري يشيلها والشناوي يشيلها، الاتنين اتعازموا على بعض. الشناوي نط متاخر طبعا، على ما نزل وصل للكوره خلاص فلتت، خلص الحوار، معرفش حتى يغير اتجاه. انت زعلان، انا زعلان اكتر منك. انا مش عاجبني الاداء، تمام؟ عشان بس الكلام يبقى واضح. انا ما نزلتش بعد ماتش الاسماعيلي لان انا ما كانش عاجبني ماتش الاسماعيلي. كنت شايف ان ماتش الاسماعيلي ده المفروض تكسبه 9 10، الماتش ده كان يخلص بنتيجه من رقمين. بتلاعب فريق مهلهل بدون مدرب بدون حاجه، والدنيا كان المفروض تمشي معاك احسن من كده. فانا ما كنتش فرحان قوي بماتش الاسماعيلي لان هو مش مؤشر لاي حاجه. بالنسبه لماتش النهارده، في نقطه بس انا عايز اقولها لك. عايز تشيل الليله الكولر، شايلها له. عايز تشيل الليله الكولر، شايلها له. كولر غلطان، غلطان، غلط في حاجات في التشكيله وفي الماتش وفي حاجات كتير قوي. بس عايز شيلها له، شايلها له. بس انا شايف ده مش حل. يعني ده مش حل. كولر بيخاف من كريم الدبيس في الناحيه الدفاعيه، وعارف ان زيزو بيهاجم جامد من ناحيه اليمين، فقال لك لا انا خايف من كريم الدبيس العب كوكا. دي وجهه نظر، دي وجهه نظر مدرب. واحد من اعظم المدربين في التاريخ جوارديولا ما اقتنعش بواحد من احسن اللعيبه في التاريخ اللي هو زلاتان ابراهيموفيتش. فدي وجهه نظر فنيه، ما ينفعش تتكلم فيه تقول اصل ده حلو وده وحش. بالنسبه للاعب اكرم توفيق والعيش محمد هاني، هو الراجل حب يلعب بنفس التشكيله بتاع الماتش اللي فات، عشان لو لعب غير في التشكيله هيقولوا انت كسبان باربعه بالتشكيله دي تغيرها ليه؟ هو الناس هتنتقده طول الوقت، هتفضل تنتقد فيه طول الوقت. عايز تشيله الليله، شيله الليله. الليله يشيل الليله يشيل، بس انا شايف ان الليله ما يشيلهاش لوحده. اللعيبه مقصره. اللعيبه يعني اوفر ريتد بعنف، واخده حق اكبر من حقك بكتير جدا جدا جدا، سواء المصريين ولا الاجانب. يعني الصراحه يعني بامانه، يعني مثلا المفروض الحتتين الحلوين اللي عندي الاجانب اشرف داري وبن شرقي، اللي هم النجوم، تمام؟ هم الاثنين غلطوا في الجون، وانا وريتك ان هم غلطوا في الجون. هم دول ملبسين الشناوي البوب وكابتن الفريق غلطان. مش ممكن يعني، مش ممكن. لعيبه اوفر ريتد. حسين الشحات النهارده كان بيعمل ايه في الملعب؟ يعني حسين الشحات مش بقول بيعمل النهارده، حسين الشحات من ساعه ما جدد عقده من سنتين وهو بيعمل ايه؟ بيلعب كوره ازاي؟ يعني لعب كام ماتش من يوم ما جدد عقده بالفلوس الكتير اللي عملها، والقصه بتاعت جديد عقد حسين الشحات والقصه دي كلها، عمل ايه؟ لعب كوره كام ماتش من ساعه ما كانت القصه دي كلها؟ فيعني انا بقول لك يعني القصه دي كلها كولر غلطان، غلطان. ما مش هقول لك انه مش غلطان، بس انا مش مع ان انت تشيل الليله كولر. مش معاها خالص يعني. انا اهلاوي زيك ومتضايق اكتر منك بسبب الماتش. الاهلي لعب وحش، لعب وحش، بس انا بلعب الزمالك. هو الزمالك فريق ضعيف؟ مش معنى ان نتائجه مش حلوه وبيمر مش عارف ايه والقصه دي، لا الزمالك فريق مش ضعيف. هو عواد مش جون كويس، حسام عبد المجيد مش مدافع كويس، الونش مش مدافع كويس، انا ما اعرفش المدافع المغربي ده، بس كان بيلعب فريق بيلعب طالع الثاني في الدوري المغربي، يعني ما كانش الفريق بينافس على الهبوط. عمر جابر مش باك يمين كويس، بنتايج ده مش باك شمال جامد اجمد من كل باكات الشمال اللي عندك. نص الملعب دونجا تختلف تتفق، هو لعيب كويس مش مركز بيركز بره الملعب، لعيب كويس. محمد شحاته مش لعيب دولي بيلعب في المنتخب الاولمبي. عبد الله السعيد مش لعيب جامد، زيزو مش لعيب جامد. سيبك من سيف الجزيره، مش مقتنع بيه. بس ما دي مش لعيبه جامده. بتتكلم عن الزمالك كانه انت بتلعب يعني ده الزمالك يعني. انت ليه شايف ان انت عدم الفوز على الزمالك انت كده المدرب عمل كارثه؟ كان في ايدك تكسب، كان في ايدك تكسب، ما انت كان في ايدك تكسب بيراميدز وخسرت ضربه جزاء ضيعها امام عاشور عشان لعيبه بانينك. هل هلبس ليه امام عاشور؟ كولر غلط، غلط. كولر بيدي احترام لماتش الزمالك زياده عن اللزوم. اه المفروض انا كعبي اعلى انزل الماتش ده، انزل اهاجم. ولو الزمالك العكس، كان الزمالك نزل هاجم ونزل بثقه اكتر من كده. ومش اول مره يعملها، دي ثالث ولا رابع مره يعملها، ينزل قدام الزمالك يلعب كله ورا الكوره وملوش دعوه بحد. بتحصل، بتحصل. غلطان، غلطان. المفروض حد يقعد يتكلم معاه الكلام ده، يتكلم معاه بقى محمد رمضان، محمود الخطيب ربنا يشفيه، محمد شاوي، ناس تتكلم معاه. مفيش حاجه اسمها كده، ما مش زي ما كانش بينزل كده. انا الاحسن في فورمه انزل ادوس عليه، وانزل العب بباكين شمال هجومين، مش مهم. الزمالك هو اللي هيدافع، زيزو ساعتها اللي هيضطر يرجع يدافع، مش هيضغط عليا. النهارده بصير وغير الخطه، لعب 5 3 2، 5 3 2. خد نص ساعه بس بيمتص حماس الاهلي، لان هو لعيبه الزمالك لو نزلت دخل فيها جون بدري كان الماتش خلص كل الاهلي. فعمل ايه؟ لعب 5 3 2 في 8 لعيبه تحت الكوره. طبعا كولر نازل مأمن 4 لعيبه تحت الكوره، بيهاجم بست لعيبه منهم مروان عطيه واحمد رضا. والنهارده انا كنت شايف ان الماتش فيه اكسبيرينس قليله جدا. يعني انا النهارده منزل باحمد رضا ومحمد عبد الله هم سنه اولى قمه، في ماتش زي ماتش الزمالك لا، الماتش ده كان محتاج لعيبه اكثر خبرات. تاني نقطه، بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا بصيت على الدكه كده بعد الجون، انزل مين؟ ما لقيتوش ينزل حد، ما فيش اي حد على الدكه ينزل. لا عمرو الساعي ولا عمرو السوليه، ولا فيش حد بيدين ده الناحيه الهجوميه. هو الراجل قال لك انا عايز وينجات، قلت له لا احنا هنجيب لك وينج واحد. مشوا اثنين وجاب واحد كده. كل الوينجات اللي عند الاهلي ثلاثه وماشي. حسين الشحات وطاهر وبن شرقي. بن شرقي لا لا، الراجل مصاب راجع من الاصابه، الراجل مش قادر يجري. يعني هو الراجل جري حط الكره براسه داخل الجون، بس لا عمل ترقيصه ولا عمل باص ولا عمل انطلاق ولا عمل اي حاجه. مش قادر، انا ما اقدرش الومه، مش قادر. حتى مش قادر يعمل واجب دفاعي، مش قادر.
التغييرات متاخره، متاخر في تغييره، ودي حاجه مستفزه بالنسبه لي. بيتاخر في التغيير، تغييراته ما بيحبش يلعب كتير في الخطه، ولا لعيب بيحب يلعب مركز بمركز. ودي حاجه مستفزه بالنسبه لي. بس انت ما تشيلوش الليله، لان هو ده اسلوبه في الشغل، اسلوبه اللي مكسبك البطولات بقالك سنتين. كولر المفروض ما يكملش السنه الجايه حتى لو خد كاس العالم، وده الكلام انا قلته قبل كده. خلاص بقى تجربه وخلاص، خدت وقتها. هو كان جاي انقاذ موسم وانقذ لك موسمين وخلص الحوار ورجعك للبطولات تاني. المفروض بقى تدور على مدرب يعمل مشروع، لان انت السنه الجايه الموضوع هيبقى مختلف تماما، وده اتكلمنا فيه قبل كده. فانا مش عاجبني نغمه ان هو خلاص شايل الليله الكولر، واحنا هم دول النقطتين اللي هيضيعوا علينا الدوري. بعد نص ساعه من الماتش الزمالك خلاص امتص، خد الصدمه، ابتدى يهاجم يخش في الماتش. بين الشوطين كان المفروض واضح ان انت كان عندك مشكله في احمد رضا ومشكله في محمد عبد الله، كان لازم يطلعوا من بين الشوطين، كان لازم تنزل لعيبه اكتر يعني شويه. طبعا للاسف ان الاهلي ما عندوش يعني محمد علي بن رمضان، لو كان موجود كان يبقى احسن. ولا زلت مصمم ان اشرف داري رغم انه لعيب مميز ولكن صفقه ملهاش لازمه. انا ما ضيعش مكان محترف في مساك، وهو مش احسن حاجه في بناء اللعب يعني، والقصه دي كلها. ده وجهه نظري انا في القصه دي كلها، رغم ان هو مدافع ممتاز اشرف داري، وهي هتحط الله باك شمال ممتاز، لكن انا ما ضيعش ثلاث اماكن محترفين عندي في مساك واثنين باكات شمال. كان المفروض الثلاثه دول يبقوا في نص الملعب في الهجوم. يعني انا بالنسبه لي كان اولى المكان ده كان يتحط فيه محمد علي بن رمضان، ويبقى عندي لعيب في نص الملعب بيديني قوه ونقل الملعب بشكل احسن. عمر الساعي انا ما شفتوش، وشويه اللي شفتهم مش بطال. انا ما اعرفش هو بيعمل ايه في التمرين. انا مش هدافع عن كولر ومش هبرر له ومش ههاجمه، ده شغله، ده شغله، هو اللي مسؤول عنه. ف دي القصه. بالنسبه لقصه انا شايف ان الاهلي مستواه لا يؤهله للفوز بالدوري. انت فعلا ما لا يؤهلك بالفوز بالدوري. لازم تعترف، لازم اول نقطه، اول طريق النجاح هو انك تقول انا غلط، عشان تعرف انت غلطان في ايه، فتعرف ان انت تصلحه. المستوى اللعيبه الحاليه لا يؤهلها انها تاخد دوري، سواء اللعيبه اللي كانت كويسه ومستوى قل، او اللعيبه اللي انت معتمد على الصفقات الجديده. انت النهارده انت متخيل ان انت في اربع لعيبه في الملعب كلها صفقات يناير، يعني اوريدي انت معتمد على التدعيمات، الفريق اصلا الموجود مش حلو. ف مش عارف اقول ايه الصراحه، مش عارف اقول ايه. اللي عايز شايل الكوره شايلها الكوره، شايلها لو ده هيريحك، شايلها الكوره. لكن في تقصير من الاداره، مفيش في مستوى في اللعيبه، اي كلام. الكلام ده كله لازم تتكلم فيه. كمان تحليل احداث الماتش بسرعه، طبيعي والمنطقي ان انا بعد ما اجيب الجون، يعني في الدقيقه 70 جه الجون بتاع بن شرقي، طبيعي والمنطقي ان انا بعد ما اجيب الجون ابتدي العب تحت الكوره واعمل ميديان بلوك والعب براحتي. ده منطقي، خاصه ان الزمالك هيضغط ضغط هجومي، والزمالك عمل كده، راح منزل ناصر منسي ونزل مصطفى شلبي عشان يعمل ضغط هجومي. الفكره بقى ان انا التحولات بتاعتي كانت وحشه وكانت بطيئه، زي ما قلت لك احمد رضا كان لازم يطلع من بدري، ماتش تقيل عليه. محمد عبد الله ماتش تقيل عليه. لعبوا حلو الماتش اللي فات ولازم ياخدوا فرصه، والقصه دي كلها انا بس دي النقطه. بالنسبه ان هو بقى يلعب باتنين مهاجمين وغير القصه دي كلها، هو ممكن يكون شايف ان ده مش وقته يعني، او اللعيبه دي مش هتعرف تنسجم مع بعض. قصه الناس يقول لك جراديسار يلعب وينج، لا جراديسار لو لعب وينج يلعب وينج وحش. هو بيتحرك على الوينج كويس بس هو ما يعرفش يلعب وينج، لو لعب وينج هيتزنق. دي وجهه نظر انا يعني، وجهه نظر فن جراديسار لو لعب وينج هيطلع وحش جدا. بن شرقي ما كانش حلو، مش معنى جاب جون ان هو يعني ان هو ما كانش حلو في الماتش. وما كانش فيه بدلاء، ما كانش فيه جناحات. هو كان لازم يغير الطريقه بتاعت 4-3. كان لازم يلعب 3-4-3، كان نازل حسين شحات على الباك رايت، او كان يخلي محمد هاني يلعب باك رايت، وكان نازل كريم ديبيس يلعب باك ليفت، وكان ممكن ساعتها يلعب باثنين مهاجمين. ده كان رايي، ده ما عملش كده. هو راح حاول يحافظ على نفس التشكيل ونفس الفريق. لعب كريم الدبيس وينج لانه ما عندوش وينجات. يعني التغييرات اللي عملها ما عندوش وينجات. على بالك الزمالك ما عملش غير التغييرين اللي هم عملهم، اللي هم ما عملش تغييرات تاني. خلاص الراجل ما عملش تغييرات، اللي هو بسيرو. ف دي الفكره. اكرم توفيق ملوش دور على الباك اليمين، يعني ملوش دور على الباك اليمين، بس هو في يوم من الايام كان احسن باك يمين في مصر وكان دولي في المنتخب، القصه دي طبعا ملوش دور. اصلا انا شايف اكرم توفيق مفيش فاليو ان هو يلعب. يعني اكرم توفيق يا يجدد يا يقعد. يعني ما اصل هو انت لعيب بيلعب وخايف على رجله، اصل كده كده السنه الجايه رايح وماضي بفلوس كتير، فطبيعي مش هيبقى مركز معاك. والجمهور اصلا مش طايقه، لان هو ليه الجمهور مش طايق اكرم توفيق؟ لان الجمهور كان شاف اكرم حطه في حته تانية خالص. فهو كونه ان هو هيمشي ويجدد عشان الفلوس ده حقه، بس مش اكرم. يعني الجمهور كان حاطط اكرم في حته تانية، عشان كده الجمهور زعلان من اكرم، ومن حقه ان هو يمشي. انت ماشي من غير ما تكسب الاهلي، يعني انت ماشي ببلاش. يعني عارف انت لو زي حمدي فتحي طالع احتراف دخلت لي فلوس، تاني الجمهور هيسامحك ويحبك. لما انت ماشي مخسرني. طبيعي جمهور كتير، طبيعي هيبقى ليه ضغط وعليه القصه دي كلها، فمش لازم يلعب اكرم. محمد هاني موجود.
بالنسبه لقصه كوكا، هو عنده قناعات ان كريم الدبيس بيدافع وحش، كريم الدبيس بيدافع وحش، بيدافع وحش، لكن في النهايه انا نازل الماتش ده اكسب، لازم انزل اهاجم، اضحي ان انا ممكن ابقى عندي واحد بيدافع وحش. طب ما انت نزلت بن شرقي بيدافع وحش. عموما التعادل ده مش نهايه الكون، مش نهايه الكون. وانت الفرق بينك وبين بيراميدز انت حاليا مساوي معاه في النقط، يعني فرق مباراه. لو هو كسب يعني ان شاء الله مش هيكسب، الماتش الجاي هيبقى اعلى منك بثلاث نقط. لو فرق مباراه يعني ان شاء الله لما تلعبهم في الدور الثاني ممكن تكسبهم فتتساوى معاهم في النقط ان شاء الله يعني. فهو دي مش نهايه الكون يعني. اللي مش عاجبني الاداء، انا مش عاجبني ان الاهلي ما بيعملش اداء، حتى مع الصفقات ما بيعملش اداء. الدنيا اتحسنت شويه بس ما بيعملش اداء. هل المدير الفني مسؤول؟ مسؤول. هل بقى نغير ونروح ونيجي والقصه دي كلها؟ ده احنا كده بقى بنهزر. احنا طبعا اسفين على النرفزه بس احنا كلنا متضايقين.